القضية اللي غادي نهضروا عليها اليوم هي واحدة من القضايا اللي دارت ضجة كبيرة في هذاك الوقت، ولحد الآن بعد 21 عام من الوقوع ديالها، والناس باقا كتهضر عليها وعلى الصدمة اللي جاتهم من الأحداث ديال هذه القضية هذه، خصوصا أن الفاعل ديالها هي امرأة. واليوم غادي نتعرفوا على قصص الشقراء الشريرة. سوزان فون ريتشوفن اللي تولدت في شهر نوفمبر 1983 في ساو باولو في البرازيل. باها كان مهندس ألماني وما كانت طبيبة نفسية برازيلية من أصول لبنانية. سوزان أيضا كان عندها أخ صغر منها ب4 سنين اللي سميتو أندرياس من مواليد 1987. الحياة ديال العائلة كانت ممتازة من جميع النواحي، والثروة ديال الأهل ديالها كانت كتقدر ب 5.5 مليون دولار. وسوزانا قرات في الثانوية في ألمانيا، ومن بعد كملت قريتها في جامعة كاثوليكية في البرازيل. ما كانش بيناتهم اي خلاف او مشاكل، كلشي كان عايش فرحان. وفي سنه 1999 سوزان بدات كتعلم واحد الرياضه برازيليه اللي هي الجوجيتسو، وفي النادي اللي كانت كتدرب فيه تعرفت على واحد الشخص اللي سميتو دانيال كريفر. بدات العلاقه ديالهم كاصدقاء، ومن بعد تطورت الحب. في البدايه الاهل ديالها عرفوا الموضوع وكانوا موافقين على انه بنتهم ترتبط به، ولكن من بعد مده غيروا الراي ديالهم حيت اكتشفوا ان دانيال ما خدامش وعطيه غير الشراب ولا دروك، والوضع ديالو خايب بزاف من جميع النواحي. باختصار عرفوا انه شخص خايب، ولاو كيطلبوا من سوزان انها تقطع العلاقه بينها وبينه، ولكن سوزان كانت كترفض. ومع مرور الوقت العلاقه بيناتهم تقوات اكثر من قبل، واستمر الوضع حتى ليوليوز 2002. في هذا الشهر الاهل ديال سوزان كانوا كونجي وغاديين في رحله، وفي هذه الفتره جا دانييل سكن معها في الدار لمده ديال شهر ما بين يرجعوا الاهل ديالها من الاجازه. وفاش رجعوا سوزان ولات كتطلب منهم انهم يشريو ليها دار بوحدها باش تسكن فيها هي ودانييل، ولكن الاب طبعا رفض وقال لها انها خاصها تخدم وتشري الدار بفلوسها. وبقاو ضاغطين عليها باش تخلى على دانييل حيت ما كانوش راضين على العلاقه اللي بيناتهم. واستمرت هذا الوضعيه حتى اليوم 31 اكتوبر 2002. وفي هذا النهار سوزان دارت شي حوايج اللي خايبه بزاف. وباش نفكركم، في ديك الوقت كان العمر ديالها ما كيفوتش 19 عام، وخوها اللي صغر منها في عمره 15 عام. المهم في ليله 31 اكتوبر سوزان خدات خوها الصغير لواحد الصاله ديال الالعاب وقالت ليه جلس هنا ولعب مع صحابك. ورجعت للدار هي ودانييل وخوه اللي كان سميتو كريستيان واللي في العمر ديالو 26 سنه. وقبل ما يدخل دانييل وخوه دخلت سوزان هي الاولى وطفات كاع الاجهزه ديال الانذار والكاميرات اللي كاينه في الدار، وطلعت البيس ديال امها وباها باش تاكد انهما ناعسين وان الكاميرات مطفيه. دخلوا دانييل وكريستيان وهي بقات جالسه في الصالون، ودانييل وخوه طلعوا البيس ديال امها وباها، وكانت معاهم واحد الحديده اللي خداوها باش يقتلوا الاهل ديال سوزان. ضربوهم ديك الحديده على راسهم، ولكن واخا هكاك ما ماتوش، واخا الضربه كانت قويه بزاف. هادشي خلى دانييل يمشي للحمام، جاب معاه فوطه وخنق بها الاب والام حيت ولاو كيغوتوا باصوات اللي مجهده. رجع دانييل الكوزينه وجاب معاه سطل وبقى كيخنقهم بالماء. للاسف الوالد ديال سوزان مات بهذه الطريقه، ولكن الام باقا عايشه لحد هذه اللحظه. وباش يساليو الجريمه الخايبه والبشعه اللي بداوها، جابوا ميكات البلاستيك وخنقوا الام حتى ماتت. بعد ما تاكدوا انهم ماتوا طلعت سوزان باش تاكد حتى هي واش العمليه بصح كملات. وبعد ما بداو كينفذوا الجزء الثاني من الجريمه ديالهم، واللي هي يغيروا مسرح الجريمه ويبدلوا شي اشياء في الدار باش يبان كأن شي شفاره هما اللي اقتحموا الدار باش يسرقوا وهما اللي داروا الجريمه. اول حاجه داروا هي جمعوا الوراق اللي في الدار وشتوها فوق الارض، وبداو كيديروا الفوضى في الدار. ما بين جاو البوليس يشوفوا داكشي وغيقولوا غالبا راه غير شي شفار اللي دخل الدار وسرق الفلوس وهرب. داروا الفوضى اللي بغاو، ولكن الخطا اللي داروه هو انهم نساو تليفوناتهم ونساو الفردي وشي حوايج اخرى خاصه بهم. وباش يكملوا الكذبه ديالهم، سوزان ودانييل مشاو لواحد لوطيل وبقاو فيه، وكريستيان مشى لواحد المطعم ياكل فيه حتى هو. فاش وصلت ديك 3 ديال الصباح خرجت سوزان من لوطيل ومشات للبلاصه اللي خلات فيها خوها الصغير وخداتو باش يرجعوا للدار. وطبعا دانييل رجع للدار ديالو باش ما يثيرش الشبهات، وخدات خوها الصغير ومشاو للدار وتفاجئوا ان الاهل ديالهم ميتين. واتصلوا بالبوليس وبلغوا على داكشي اللي طرا، ولكن لحسن الحظ الشرطه كانت ذكيه عليهم حيت فاش يلاه دخلوا للدار شكوا بان المجرم شي واحد من الدار نفسها، حيت اجهزه الانذار والكاميرات ما يمكنش تطفى غير من الداخل. والفوضى اللي داروها كانت فوضى مرتبه. ومن بعد ولاو شاكين اكثر بسوزان حيت ما بينات حتى شي مشاعر تجاه امها وباها اللي ماتوا. واكثر من هذا الشيء، من بعد الموت ديال الام والاب ديالها، من بعد 3 ايام احتفلت بعيد الميلاد ديالها. وهذا الشيء اللي خلى المحققين يوليو ساكن فيها ولاو كيركزوا عليها اكثر اثناء التحقيقات. ولاو كيلاحظوا ايضا انها هي ودانييل اخوه ولاو كيشريو شي اشياء غاليه بزاف وكيدفعوا كاش، يعني من الواضح انهم خداو شي مبلغ مالي اللي كبير. وتم الاعتقال ديالهم 3 للتحقيق، وبسرعه سوزان اعترفت بكل شيء
والتحقيقات سالت في سيمانه واحده حيت اعترفت لهم بكلشي. وفاش نشرت القصه دارت ضجه كبيره في البرازيل حيت كانت غير متوقعه من سوزان، خصوصا انها ما كان خاصها حتى خير. قرات في احسن المدارس والجامعات وتا واحد ما كان كيظن ان داك الشيء غادي يخرج منها. وفي نفس الوقت وكانوا بعض الاشخاص كيتعاطفوا معها وكيقولوا انها مجرد بنت في العمر ديالها 19 عام. دانيال هو اللي لعب لها بعقلها وخطط لهاد العمليه حيت انه هو اللي طمع في الفلوس اللي مع الاهل ديالها، او لا كانوا عاملين انتقام حيت باهما كانوا بغاو يفارقوهم على بعضياتهم. ومن بعد 4 سنين من الجريمه اي في عام 2006 دارت المحاكمه الاخيره ديالهم واللي غادي ياخذوا فيها الحكم النهائي. وفي المحكمه سوزان كانت كتقول انه دانيال وخوه هما اللي خططوا باش يرتكبوا ديك الجريمه وهي ما عندها حتى شي علاقه. وفي نفس الوقت دانيال وخوه قالوا انهم داروا هذا الشيء بناء على طلبها هي. وفي الاخير سوزان ودانيال تهموهم بالقتل العمد وتحكم عليهم السجن لمده ديال 40 عام. اما الاخ ديال دانيال فتحكم عليه ب 130 عام. وفاش تحبسات سوزان حاولت بزاف انها تغير الحكم وتخفف على راسها العقوبه، ولكن كل مره الطلب ديالها كان كيترفض. وفي عام 2011 خوها الصغير رفع عليها دعوه باش ياخذ النصيب ديالو من الورث، وبالفعل نجح في هذا الشيء.